الاشرار في افلام الكرتون عامل مهم جدا، ويمكن يكون اكتر حاجة تفتكرها من الفيلم نفسه لما يخلص لو اتنفذ صح طبعا. ولو كانت الشخصية مكتوبة كويس فهو يقدر يخلي الفيلم العادي فيلم عظيم جدا. وكنا عملنا فيديو قبل كده عن افضل 5 اشرار من فترة، وحاسس ان لسه في قايمة كمان ممكن تتعمل. فالفيديو بتاع النهاردة هو اعظم 5 اشرار في افلام الكرتون الجزء الثاني. طبعا مش هنذكر اي شخصية ذكرناها في الفيديو الاول، وطبعا القايمة دي رأي شخصي تماما، يعني انت ممكن تقولي في التعليقات القايمة بتاعتك ونشوف. بس قبل ما ابدا، لو وراك صلاة او اي حاجة مهمة روح خلصها الاول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. قبل ما ابدا اتكلم بس حابب اعتذر عن الغياب اللي انا عملته ده حوالي 20 يوم، بس معلش والله العظيم مضغوط وثانويه عامه ومزاج سيء جدا والدنيا بايظه، فعديها لي يعني. ماشي، عندك بقى في المركز الخامس من فيلم بوس ان بوتس ذا لاست ويش بيج جاك هورنر، واللي ممكن يكون ناس كتيره منكم ما تعرفوش، لكنه واحد من اجمد الاشرار اللي انا شفتها في الفتره الاخيره. بيج جاك هورنر هو اساسا اقتباس لقصه بتاعت اطفال من القرن ال16 انجليزيه اسمها ليتل جاك هورنر، بس هو المفروض دلوقتي كبر بقى. وقصته في الفيلم باختصار ان هو كان في عيلة غنية جدا، عندها طبعا مخبز مشهور بشكل كبير، وكانت كل حاجه جايه له على الساهل، وكبر وورث منهم المصنع ومجمع عنده كل ادوات السحر الممكنه، وعايز طبعا نجمه الاماني في القصه بتاعت الفيلم. يعني كل اللي ممكن يتقال عنه ان ده تقريبا اقذر شخصيه، من حيث ايه؟ شخصيه ما فيهاش اي حاجه ممكن تخليك تدافع عنه، ملوش دوافع، مفيش حاجه تخليك تتعاطف معاه، ما عندوش دم بجنيه. وده اللي يبان ان هو حاجه وحشه، ان شخصيه بارده من جانب واحد. هو وان دايمنشن لكنه كويس جدا. هي الفكره في ان هو فيه كل العبر وفي نفس الوقت انت مستحيل تتعاطف معاه. يعني هي حاجه بصراحه جامده بالنسبه لنا في الطريقه اللي اتأدت بيها، مع ان ممكن المواصفات دي تتعمل على اي شخصيه وممكن تبقى ممتازه لو سخيفه، لكن دي معموله بشكل بيضحك. وبجد يعني كان حاجه رهيبه. وفيلم بوس ان بوتس ظبط الاشرار فيه قوي والشخصيات عامه. يعني عايز ابقى اعمل فيديو طويل عنه، بس يعني مش عارف هعرف اعمله ولا لا، هياخد مني مجهود كبير. المهم نرجع لجاك هورنر. هو شخصيه ما ينفعش يتصلح، هو بايظ تماما، فده اللي يخليه بصراحه يستاهل معانا مكان في القايمه في المركز الخامس. المركز الرابع من فيلم كونغ فو باندا تاي لونج. تاي لونج من وهو صغير اتربى على ايد المعلم شيفو على انه يكون هو الدراجون وورير او التنين المقاتل. يعني طول حياته ده هدف، وكل الناس كانت شايفه فيه ان هو فعلا هيبقى التنين المقاتل، لكن في الاخر اوجواي بيرفضه، وده اللي بيغضبه وبيطلع الجانب الاسود منه، ودخل يدمر في المدينه كلها، وده اللي ادى ان هو يتحبس. ولما بيخرج بيحاول ان هو ياخد المخطوطه بتاعه التنين المقاتل ويخش في مواجهه مع بو اللي هو يعني بقى التنين المقاتل باختيار اوجواي نفسه. وبس دي قصته تقريبا. هو فعلا كاركتر جامد جدا، وما اتحطش في الفيديو اللي فات بالمناسبه لسبب واحد بس، ان انا كنت حاطط لورد شين في الفيديو الاول، فمش منطقي يعني ان انا احط التيم من نفس الفرنشايز، لكن هنا الموضوع مختلف عادي. بس بجد لما تفكر في الاشرار الاقوياء واللي حتى الدافع بتاعه رغم ان هو مش منطقي، هو دافع مش مبرر، يعني هو اللي عامله مش مبرر لكنه دافع كويس، فهي شخصيه مكتوبه حلو وشالت الفيلم الاول. وان كان مش زي لورد شين، لورد شين كان افضل لكنه برضه ستيل كويس جدا. والمركز الرابع حلو عليه جدا في القائمه. طيب دلوقتي بقى معانا المركز الثالث من فيلم علاء الدين جعفر، واللي ناس كتيره جدا استغربت انا ليه ما حطيتوش في الفيديو الاول. والفكره ببساطه ان كان في سكار، فمش هحط عبد الرحمن ابو زهره مرتين بالعقل كده، مش منطقي. يعني جعفر هو وزير السلطان الخبيث، وكان عايز المصباح السحري، فبعت علاء الدين او بعت اي حد هو كان يعرفه وخلاص، فبعت علاء الدين اللي هو كان مسجون علشان يروح هو يجيب له المصباح، بحيث ان هو لو جراله حاجه فاهم يبقى مات واتحرق بقى في 60 داهيه، ما هو كده كده مسجون، ولو جابه يبقى خير وبركه. المهم فيلم علاء الدين بصراحه هو فيلم كويس، لكنه مش من اعظم افلام ديزني. هو حلو لكن في حاجات كتير احلى منه بالنسبه لي يعني. بس هو جعفر بصراحه هو كان النقطه المميزه في الفيلم. وطبعا السبب الرئيسي طبعا الفنان عبد الرحمن ابو زهره عامل دور فظيع هنا، وعمل مثلا بتاع 3 ادوار في ديزني والثلاثه احلى من بعض. فهي شخصيه الاداء الصوتي بتاعها هو اللي علاها، ويستاهل طبعا معانا مكان في القائمه، رغم ان هو كان خبيث وكويس وشرير وكل حاجه، بس برضو الفيلم نفسه بالنسبه لي يعني في افلام احلى منه بصراحه، بس ستيل حلو يعني. المركز الثاني من فيلم تانجل جوثل، وهي ست شريره واللي خطفت الاميره وهي صغيره، واللي كان شعرها بيخليها ما تعجزش، وفضلت مربياها العمر كله على انها بنتها، وبتمنعها تمام ان هي تخرج من البرج اللي هي معيشاها فيها بعد ما خطفتها. مش محتاج اخش في
تفاصيل كتير، انت اكيد عارف القصه يعني، اللي هو الشخصيه يعني عملت مصايب، خطفت بنت لحد ما بقى عندها 18 سنه وطول الوقت مفهماها ان هي امها، وكل ده عشان ما تعجزش. ولما عرفت الحقيقه بعد ما ربتها كل ده عادي جدا، ربطتها بسلسله في القصر يعني ايه حبستها تحت، وما كانش عندها اي دم ناحيتها رغم ان هي مربياها 18 سنه حتى ان كانت خطفاها يعني. فهي شخصيه سيئه جدا يعني من الاخر، فتستاهل اكيد تبقى المركز الثاني في القائمه دي على الاقل، لو مش هتتحط في القائمه الاولى طبعا. وفي القائمه الشرفيه ممكن نحط كاي مثلا من فيلم كونغ فو باندا 3، واللي هي بصراحه من افضل الثلاثيات عامه زي توي ستوري، بس توي ستوري طبعا اعلى، لكن لو هنتكلم على الثلاثيه كانت ماشيه حلو، بعد كده اتعمل لها رابع وحش زيها زي توي ستوري برضو. كاي كان رهيب، والموسيقى التصويريه اللي كانت بتظهر معاه كانت جامده جدا، وهو كشخصيه متكامله كده كان حلو قوي، وان كان مالوش ابعاد كتيره يعني. حد برضو ممكن يكون ليه معانا مكان في القايمه وهو اندل من فيلم شركه المرعبين المحدوده، يعني كان شخصيه دمها خفيف شرير لطيف جدا، من اكتر الكاركترات اللي بتضحك عامه. وفيلم شركه المرعبين المحدوده ده تقريبا احسن فيلم لديزني من حيث الكوميديا كالاشات وكده، في النسخه المدبلجه طبعا انا بتكلم، كان رهيب. ودي حاجه ما اقدرش اوصفها لك بشكل كويس قوي، لانك لما تشوف الفيلم نفسه هتفهم انا بتكلم في ايه. واخر واحد في القايمه الشرفيه فيلن برضو دمه خفيف، هو طبعا ديف من فيلم بطريق مدغشقر، اللي هو فيلم بصراحه انا بشوف ان هو اندر ريتد جدا، كان بيضحك بشكل رهيب، واغلب اللي طلع منه ميمز معرفش ليه فشل في السينمات بشكل فظيع كده، وخلى فرانشايز مدغشقر كلها توقف، والله كان يعني رهيب. ودلوقتي خلصنا القايمه الشرفيه، وبقى معانا المركز الاول، وهو من فيلم باجز لايف او حياه حشره هوبر او هبار، وهو زعيم الجراد الاكبر واللي مسيطرين على النمل، وبياخدوا منهم دايما المحصول، وهم متفقين على ان هم يحموهم مقابل ان هم ياخدوا منهم المحصول. والزعيم هوبر مفهم طبعا النمل ان هم اضعف منه مليون مره، وان هم ما يقدروش يعملوا اي حاجه قدامه، مع انهم في الحقيقه يمكن مش اقوى منهم واحد ضد واحد، لكن النمل كله على بعضه اقوى 100 مره من الجراد، وهم ما ينفعش يدركوا المعلومه دي، علشان لو ادركوها طبعا هيقلبوهم عادي جدا بمنتهى السهوله. وهوبر ليه مشهد عظيم جدا من افضل مشاهد الانيميشن عامه، لو سبت نملة واحدة تبجح فينا هتلاقي كل الباقيين اتنمرضوا. ومش هتكلم اكتر من كده على هوبر عشان عايز القناة تفضل شغالة من الاخر، ومش ناقصين مشاكل يعني. المهم بجد هوبر شخصية عظيمة جدا وشرير ممتاز، رغم ان هو جامد جدا لكنه مظلوم بصراحة، يعني مش واخد حقه من حيث الكلام عليه، يعني المفروض يتقارن بالافلام الكبيرة بقى، ما تلاقيش ناس كتير قوي بتتكلم عنه لما يجوا يتكلموا عن الافلام بتاعت زمان يعني. بس دي القايمة بتاعتي والجزء الثاني، وادينا عملنا زي ديزني بتتريق عليها انها بتعمل كل مرة اجزاء في اجزاء، فادينا عملنا جزء تاني اهو. قول لي رايك دلوقتي في التعليقات، الليسته بتاعتك لازم يعني مش هسيبك غير لما تكتبها دلوقتي، وقول لي رايك في الفيديو، وشكرا جدا لو كملت لحد هنا، وبس سلام. في اساطير الكونغ فو باندا نشأ في حي فقير، عمل في مطعم صغير، بالصدفة في يوم أصبح من المشاهير. كونغ فو باندا المعلم شيفو قد اكتشف قدراته، علمه أشياء تنمي مهاراته. كونغ فو باندا كونغ فو باندا تدرب وقاتل مع أروع المقاتلين، حارب معهم وحاز على لقب التنين. كونغ